مساء الأعياد. في فيديو لثلاث عيال تافهين ونتاج عشوائيات الفكر وتدني الوضع الثقافي المخزي في بلد مصر. الثلاث عيال تافهين دول بيغنوا وكل واحد واقف على عربية تعمل لها 3-4 مليون. مش مهم، دي مش مهم، دي كلها أرزاق مش بتكلم فيها. لكن أنا بتكلم من إن نتاج الهلفطة والهجس والأي كلام والأي غنى يبقى ده والله عار علينا كلنا وعار على كل المثقفين، زي عار على كل الشعوب اللي قاعدة بتتكلم في الحرية والمش عارف ايه ولا بلا 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 وما يحدث في غزة. احنا عايشين آخر الزمان، كلنا قرينا كتب قد عمرنا وكلنا عشنا ظروف استثنائية في عمر الوطن. احنا ما عشناش الظرف ده، هذا الظرف التاريخي المشتبك الشديد البؤس الشديد القطامة. الصراحة شفت الفيديو، على فكرة بالمناسبة لو احنا مجتمعات تافهة والعيال ديت هجمتنا احنا مش هنزعل، لكن احنا زعلنا لان احنا الكلام ده بيزعل ناس وضيعة كتيرة وناس شحاتة كتيرة، لكن على احنا العظمة، احنا عبد الحليم حافظ ومحرم فؤاد وام كلثوم، احنا كريم محمود وعبد العزيز محمود، احنا شادية ونجاة، يا نهار ابيض، احنا بليغ حمدي، محمد الموجي، محمد عبد الوهاب، كمال الطويل، محمود الشريف، يا نهار ابيض يا جدعان. احنا اللي نورنا الدنيا ونورنا العالم ونورنا الوطن العربي. في شعوب حوالينا عمرها 100 سنة و200 سنة و300 سنة وربنا كرمهم وربنا زود عليهم كرمه باكتشافات كبيرة واكتشافات عظيمة، لكن هم يتمنوا حاجة من عندنا، احنا الفقراء الغلابة. لكن احنا اللي مننا بيوضعنا وبيقزمنا وبيوصلونا لمرحلة. انا الصراحة الفيديو استفزني والفيديو خرجني عن شعوري. لا وايه هم قاصدين يصوروا من العربية وبيقولوا ايه منتج فاسد. يا نهار اسود، ده احنا على فكرة ده محمد عبد المطلب كانوا بيعتبروه مش مطرب. تخيل المطربين دول كانوا بيعتبروهم يعني دلوقتي. طب اللي احنا بنسمعه ده ايه؟ اللي احنا بنسمعه ده عار علينا كلنا وعار على كل مؤسسات الدولة الثقافية. صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين.